هو انا اللي حصل معايا ده ليه؟ يعني هو انا عشان ما عنديش اخ او عندي مثلا اب اللي هو يقدر يجيب لي حقي من اي حد مضايقني فعلا؟ يعني كل اللي حصل ده معايا ليه؟ محامي راح عمل فيا محضر. طب فاكرين دي سوزي الأردنية. أنا قاعد بقلب في التليفون أقسم بالله الفيديو ظهر لي. ربنا يفك كربها. البت دي مظلومة عشان خاطر محامي خسيس حطها في دماغه تاني فحر وراها لحد ما حبسها، وبدل المرة 2 و3. كل ده ليه؟ عشان قالت كلمة الشارع اللي وراه، والكلمة دي قالها جميع الممثلين بعدها وجميع الناس ومش حد قال لها حاجة. بس تمني البت غلبانة وملهاش ضهر فعلا ولا لها أب، يعني شادت حيله حبست والمحامي جه عليها. ورغم كده الاستاذ عمرو يوسف كان طالع في برنامج قدام الناس بيقول لك احنا عاوزين نعمل افلام جريئه ونقول كلام جريء ونعمل حاجات جريئه في قلب الافلام. عشان ايه؟ العالم بيتفتح، ولا حد حاسبه ولا حد قال له انت رايح فين. ده عمرو يوسف يابا، يعني الفلوس، يعني المعارف، يعني الواسطه. انما بنت غلبانه زي دي شد امها على الحبس. يا جدع انت ده مرعوش عن اختها الغلبانه ولا امها ولا لا. البنت ده غلبانه اقسم بالله مظلومه بس بسبب محامي عمل فيها كل ده. ربنا يفك اسرها. وسوزي اتظلمت زي ما ناس غلابه كتير بتتظلم، بس الله غالب وربنا في السما شايف كل حاجه.